25 فكرة لللانش بوكس. أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي. فيديو النهاردة جامد أوي يا بنات، بما إن خلاص المدارس على الأبواب. عودة المدارس يا بنات، عودة المدارس والدروس والصحيان بدري. ربنا يخلي لكم أولادكم كلهم ويبارك لكم فيهم. هنعمل النهاردة إيه أو هنقول أفكار إيه؟ أفكار لانش بوكس المدارس. يلا بينا نتابع 25 فكرة عشان نشوف أولادنا ممكن تاخد السندوتشات وترجعها تاني. لا، في يعني طرق بسيطة كده تخلي السندوتشات بجد تجيلك اللانش بوكس فاضية خالص. أول حاجة طبعا في أساسيات اللي احنا بنعملها الصبح قبل ما ننزل المدرسة أو قبل ما أولادنا تنزل المدرسة. بنحضر شنطة المدرسة، بنحط فيها إزازة مية ساقعة جدا أو الزمزمية بتاعتهم بتمليها لهم مية ساقعة. طبعا ده كل ده بيتعمل الصبح لأن بتبقى الجو حر جدا يا بنات. اهتموا كمان إن الأطفال تفطر قبل ما تنزل، حتى لو بحاجة بسيطة، حتى لو بعلبة زبادي، كوباية لبن، حتة جبنة نستون حاف. شوفي بيحبوا ايه، حبة عصير، اي حاجة تنزل معدتهم قبل ما ينزلوا علشان بيبقى يومهم والجو حر. كمان يبقى معانا مناديل يا بنات، مناديل عادية، لو امكن مناديل مبللة خلاص براحتك، لان الاولاد هناك ممكن توقع على نفسها عصير، توقع على نفسها اكل، فيعني دي بتبقى سهلة عليهم. يلا بينا بقى نشوف اول فكره هي ايه. هنعمل ايه؟ هنعمل جبنه باللانشون او سلطه الجبنه باللانشون. الجبنه الكيري دي يا بنات الطبق ب6 جنيه وب5 جنيه، ممكن تجيبيه وتقطعي عليه قطعتين 3 لانشون صغننين خالص وتقلبي كويس قوي، وهاتي الفينو قطعيه كده سمبوكسه عشان يبقى ليهم نفس ان هم ياكلوه. وابتدي اعملي سندوتشات حطيها في اللانش بوكس. قطعي لهم بقى يا اما قطع خيار مقطعه اللي هي لو هم بيحبوها، حطي قطع خيار، شرايح خيار، او فلفل رومي الوان او اخضر، يعني شوفي هما بيحبوا ايه او بيحبوا يتسلوا ايه واعمليه. كمان اي نوع عصير، لو انت معاكي ميزانيه تجيبي كل يوم علبه عصير هاتي، بس الاحسن والاوفر ان انا اعمل العصير في البيت وابتدي احط لهم في ازايز يكون ساقع ويبتدوا ياخدوه معاهم. طبعا احنا الموسم بتاعنا مانجا، جوافه، الحاجات دي ممكن تجيبيها وتعصريها في البيت وتدي لهم ازايز كل يوم. يبقى اول فكره معانا جبنه باللانشون. تاني فكرة نعمل ايه؟ بلوبيف بالبيض. يعني حاولي على قد ما تقدري كل يوم يبقى غير التاني، يعني دول 25 فكرة، لما يبقى 25 يوم يعني يعتبر الشهر كله، لان جمعة وسبت اجازة، كل يوم بتديهم حاجة غير التانية طبعا هياكلوا لك الاكل. لكن لما بتديهم كل يوم حاجة واحدة، انا اعرف ناس تمسك كده الصبح الفينو تفتحه وحط جبنة وارمي في السندوتش في اللانش بوكس وخلاص، فالعيال بترجع بيه. يعني اديهم الحاجة بشكل حلو، زي ما بتقدمي الغدا بشكل حلو كمان اديهم السندوتشات بشكل حلو. يبقى قلنا بلوبيف بالبيض مع اي نوع عصير برضو انت عاملاه في البيت. عندك بقى حبه عنب حطيهم، عندك موز حط لهم واحده، عندك جوافه اغسلي كده جوافتين وحطيهم، اي حاجه يعني كل يوم غير التاني. حاولي على قد ما تقدري يبقى عندك اي حاجه كل يوم اديها لهم برضو، يا اما شرايح الخيار يا اما الفلفل زي ما هم بيحبوا. في ناس كتير بتحب كمان البلوبيف بالبيض بيبقى معاه مثلا كاتشب، اديهم الكاتشب في اللانش بوكس وهم يفتحوها هناك. نروح على ثالث فكره وهي ايه؟ جبنه بالزيتون. حلوه جدا. بصي انت وديتي الجبنه في حته تانية خالص، مش جبنه ساده، لا جبنه بالزيتون. بتجيبي العلبه العادي اللي هي الفيتا دي او الدومتي بالزيتون وتعمليها، وشرايح خيار واي نوع عصير، اي نوع فاكهه براحتك خالص. نيجي بقى بينا نروح على رابع فكره. في ناس بقى ملهاش في الجبن خالص، ملهاش في اللانشون وفي الحاجات دي، ليها في المربى او ليها في الحاجات الحلوه، تاخد سندوتشات مربى واي نوع عصير وخلاص على كده. نروح للفكره رقم 5 وهي ايه؟ جبنه، بس جبنه بالطماطم. جبنه بالطماطم، تعملي الجبنه وتقطعي الطماطم صغننه خالص عشان لما تبتدي تحطيها في الفينو تبقى ايه يعني صغننه، مش طالة كده من الساندوتش. ومعاها اي نوع عصير، معاها شرايح خيار، شرايح فلفل، زي ما انت تحبي او زي ما اولادك بيجي لهم نفس وياكلوا اديهم. هنيجي على سادس فكره وهي ايه؟ سندوتشات جبنه رومي واي نوع عصير براحتك. سابع فكره معانا وهي ايه؟
هنعمل سندوتشات شيبسي، يا تجيبي شيبسي من بره الكيس مثلا اللي هو ب7 جنيه ده وتعملي سندوتشات، على فكره بيبقى موفر برضو، يا اما تحمري بطاطس في البيت وتعمليها شيبسي وتديها لهم معاها كاتشب، معاها مايونيز، معاها اي نوع عصير. شفتي لحد دلوقتي وصلنا ل7 فكره وكلهم غير التانيين ازاي؟ هاتي ورقه وقلم لو ما لحقتيش بقى وعيدي الفيديو واكتبي الحاجات القمر بتاعتك دي، وكل يوم ابتدي اعملي حاجه غير التانيه. نروح لتامن فكرة وهي ايه؟ التونة. تجيبي التونة، علبة التونة صفيها بس من الزيت علشان ما تبقاش نازلة كده من السندوتشات، عايزة تقطعي عليها خيار، فلفل، طماطم براحتك وتقطعيه صغير وتعملي سندوتشات معاها برضو اي نوع عصير. تاسع فكرة معانا سندوتشات بطاطس بانيه. هاتي البطاطس القمر بتاعتك واسلقيها وابتدي اعمليها بانيه وحمريها بجد، او كفتة بطاطس هتبقى برضو حلوة وبرضو تغيير. فاهمة؟ انتي بتغيري لهم البطاطس بس بشكل مختلف، معاها بقى كاتشب، معاها اي نوع عصير براحتك خالص. نيجي على عاشر فكرة او عاشر يوم او يعني هنجيب ايه؟ هجيب جبنه نستون عاديه خالص اي نوع برضو الاولاد بتحبه، وهبتدي اعمل سندوتشات معاها مثلا عصير جوافه مع فلفل رومي زي ما تحبي. هنيجي على الفكره رقم 11، هنعمل ايه؟ هبتدي اقلي بيض عادي خالص، ممكن اعمله اومليت او اعمله عادي، وهبتدي اعمل سندوتشات عليها كاتشب، عليها مايونيز زي ما بيحبوا، برضو اي نوع عصير. يا اما انت ممكن تجيبي لبن وكاكاو تعملي لهم ميكس شوكولاته في البيت وتبتدي تسقعي وتدي لهم برضو الاولاد من الحاجات الحلوه قوي اللي بيحبوها في الصيف، الحاجات الحلوه دي. الفكره رقم 12 جبنه شيدر. هاتي الجبنه الشيدر ممكن تسيحيها وتعملي بقى سندوتشات وتدخلي سندوتشات مثلا ايه الميكروويف او تدخليها الفرن عشان تبقى سايحه، وممكن عادي الشيدر العاديه خالص مع اي نوع عصير. الفكرة رقم 13 بطاطس عادية خالص مسلوقة مفيهاش أي افتكاسات، ممكن تحطي عليها حبة بقدونس وتقلبيها وأي نوع عصير براحتك. الفكرة رقم 14 وهي ايه؟ لانشون، بس لانشون بالفراخ تغيير، يعني غير اللانشون العادي او الحلواني او البيف، لانشون بالفراخ برضو بيدي ايه؟ تيست تاني. وهبتدي كمان اديهم اي نوع عصير معاهم. الفكرة رقم 15 هعمل ايه؟ هحمر بطاطس بقى عادي خالص، هعمل بطاطس محمرة وممكن اجيب لهم العيش السوري واعمل لهم سندوتشات سوري بطاطس بالعيش السوري وكاتشب ومايونيز. بصي اكنك جايبة الوجبة دي من بره ومعاها اي نوع عصير. نروح للفكرة رقم 16 بسطرمة بالبيض، برضو تغيير، عملنا بلوبيف بالبيض، عملنا بيض سادة، نعمل بقى بسطرمة بالبيض. معاها بقى عندك موزية حطيها، عندك تفاحية حطيها، مع اي نوع عصير براحتك خالص. الفكرة رقم 17 هنعمل بيض مسلوق عادي، حبة ملح حبة فلفل اسود بقى وكاتشب وظبطي الدنيا. رقم 18 سيبنا من البيت شويه والجبن، نعمل الطعميه القمر. في ناس برضو بتحب جدا جدا تاخد طعميه معاهم، سندوتشات طعميه في الفينو، تقليها الصبح، انت اللي تقليها الصبح كده تبقى حلوه كده وطازه وسخنه، عليها طماطم وشرايح خيار واي نوع عصير. رقم 19 زي ما قلنا في ناس ما بتحبش الحاجات دي وبتحب حاجات حلوه، فتاخد ايه؟ سندوتشات حلاوه اي نوع عصير. رقم 20 او الفكرة رقم 20 ممكن نعمل سندوتشات بفول بالطحينة او بالزيت والليمون واي نوع عصير. الفكرة رقم 21 ممكن تجيبي برجر، اكيد يعني مش هنمشيها كلها جبن، لا انا ممكن اجيب برضو برجر وهبتدي ان انا اعمله لهم الصبح، برضو ابقى جايبه ده اللي هو ده للمدرسه، الحاجات دي انا جايباها للدراسه او للمدرسه بس، معاها كاتشب وياخدوه. الفكرة رقم 22 اعمل الباتيه في البيت، اعمل باتيه بالجبنه وهبتدي بقى اظبطه على اساس ان هم ياخدوه الصبح طازه وحلو كده وجميل، ومعاه برضو اي نوع عصير. الفكرة رقم 23 هاتي بانيه وابتدي قطعيه رفيع، اعمليه ستريبس وحمريه الصبح، حطي لهم في سندوتشات وعليه بقى كاتشب ومايونيز وظبطي الدنيا، هيبقى حلو جدا. الفكرة رقم 24 هنعمل ايه؟ الكفتة عادي اللي هي زي كفتة الحيتي، الكفتة بتاعتنا القمر بربع كيلو بس لحمة مفرومة، تقدري تقتصدي تعملي الحاجات دي اول الاسبوع وتخليها في اطباق، تطلعي على طول الصبح يا دوبك تحمري، تعملي الكفتة تعمليها في سندوتشات ومعاها بقى كاتشب معاها مايونيز معاها الحاجة اللي هم بيحبوها براحتك خالص. الفكرة رقم 25 جبنة قريش تغيير، في ناس كتير برضو بتحب الجبنة القريش،
مش كلهم بس معظمهم. ممكن اعمل جبنه قريش بالطماطم ويبتدوا ياخدوا سندوتشات وبرده هتبقى حلوه جدا. بصي بقى تعالى اقول لك تهتمي بايه. لو ما عندكيش مثلا فاكهه، ما عندكيش الحاجات اللي احنا قلنا عليها او عصايه، انا ممكن اجيب تنك اللي هي العصير التنك عادي العادي، في بالمانجا، في بالاناناس، في كمان بالبرتقال، وابتدي اعمل لهم عصير التنج بتاعهم ساقع جدا واحط لهم في ازايز. كمان ممكن اعمل فشار في البيت وابتدي اظبط الدنيا وادي كل واحد حبه فشار معاه ورايح المدرسه. لازم الفطار زي ما قلنا قبل ما ينزلوا، لازم الفطار. اتحايلي عليهم بقى، صحيهم بدري شويه، يعني ربنا يخليهم لكم. 25 فكره افكار لللانش بوكس. بصي يا رب تعجبك، يا رب تعجبك بجد. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي، واسيبكم في حفظ الله. باي باي يا امارات.